اتفاقيات التبادل الحر. كما يتوفر المغرب اليوم على بنية تحت الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه. وقد أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان سنة 2020 عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية. وعلى سبيل المثال فقد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفوارق الاجتماعية والمجالية، لذلك ندعو إلى الانتقال من مقاربات تقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات. ثالثا، اعتماد تدبير استباقي ومستدام لموارد المائية في ظل تزايد حدة الإجهاد الماضي لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين المغاربة، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة. من جهة أخرى إننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة العديد من الدول عبر العالم، ولقد اعتززنا بهذه المواقف التي تناسب الحق والشرع. أنني لن أكون راضيا مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنية التحتية إذا لم تساهم بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش